نروح للنادي الأهلي اللي بدأ معسكر مغلق بدءا من الأمس، وخد فيه عدد كبير جدا من اللعيبة. يمكن أنا حضرت التمرين امبارح لأن بحب يعني أقف على الموضوع، تبقى الدنيا عاملة ازاي في الأمر، يعني الدنيا عاملة ازاي، التمرين عامل ازاي، الشكل عامل ازاي، الإشاعات برضو عاملة ازاي. يعني كانت في إشاعة إنه أيمن أشرف والشناوي وإنه مدرب الأحمال عندهم كورونا. وقفت مع أيمن أشرف، وقفت مع محمد الشناوي، وزي الفل مدرب الأحمال هو اللي كان بيقود التدريب، ما فيهوش أدنى مشكلة. طبعا وليد سليمان أيوة كورونا، وهو في النهاية وليد بعد مسحتين هو أعلن على صفحته إنه مصاب بالكورونا. يعني هتبقى في محاولة أخيرة يوم الأربع للنادي الأهلي إنه يعمل له مسحة جديدة. نتمنى من الله السلامة ليه وللجميع. بيبقى الوقت صعب جدا والموقف صعب جدا. ما زالت الأمال عند يعني النادي الأهلي إنه وليد يلحق، إنه كهربا يلحق، لكنه الأمر ليس بالسهولة. لكن خليني شوية بعد إصابة محمد شريف، وبعد كهربا، وبعد أحمد ياسر ريان، وبعد وليد سليمان وصالح جمعة، لازم نقف شوية ونكلم نفسنا ونحكي. لأنه خلي بال حضراتكم دي مش المسحة الأخيرة، في مسحة تانية يوم الأربع، والمسحة دي بالنسبة لي مقلقة للغاية، مقلقة للغاية. انتوا عارفين الأعراض تظهر بعد 3-4 أيام، فهي تاني برجع أقول مسحة في غاية القلق. والنادي الأهلي كل شوية بيظهر أو بتظهر حالة. كان في إشاعة عن علي معلول، علي معلول لا ما فيهوش حاجة، علي معلول عالق في مطار تونس، الطيارة مش موجودة، وهو وفرجاني ساسي مع بعض وراجعين مع بعض. لكن الحمد لله الاثنين سلام، ما فيش فيهم أدنى مشكلة، ويعني إن شاء الله يكونوا رجعوا بالسلامة مع انطلاق البرنامج، أو مع يعني الوقت إن شاء الله هيرجعوا إن شاء الله يجوا بألف سلامة. لكن النادي الأهلي بدون شك في حالة من القلق الشديد جدا. حسنا فعل إنه دخل معسكر مغلق، بس ربنا يستر ما يكونش المعسكر ده جه متأخر، ربنا يستر ما يكونش المعسكر ده جه متأخر. لأن أنت بدأت بكهربا، تلا صالح جمعة، تلا محمد شريف، تلا أحمد ياسر ريان، تلا وليد سليمان. فالأعداد كبيرة في النادي الأهلي في الإصابة بالكورونا في توقيت حرج جدا 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 بالنسبة للنادي الأهلي. حد يقول لي طب هل ده هيدعو لتأجيل مباراة؟ لا. ليه؟ لأنه الاتحاد الإفريقي قال لك طالما عندك 11 لاعب و4 على دكة البدلاء تلعب المباراة، وده عدد متوفر عند النادي الأهلي. نتمنى من الله انه الدنيا تمشي بشكل كويس. طبعا الناس خايفه لانه وليد هو اللي جاب الجونين في ماتش الاهلي وابو قير، وحضن اللعيبه وبسها وكان في يعني على طول تواصل بينه وبين اللاعبين. يعني طبقا بقى لقوه الفيروس، هو وليد لا تبدو عليه اي اعراض، ما فيش عليه اي اعراض، بس هو وليد مريض بالكورونا، وابنه سليم كمان عنده الفيروس بتاع كورونا. نتمنى له يا رب السلامة. وليد لعيب مهم بصرف النظر لعيب مهم أو مش مهم، لكنه كبشر كبني آدم، وكمان كلاعب في غاية الأهمية طبعا للنادي الأهلي. سبحان الله، يعني شفناه أول امبارح كان أحسن واحد في لعيبة النادي الأهلي، حيوية ونشاط وحالته جميلة و100 فل و14. لكن هي دي الكورونا. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه الحالة الصحية تتحسن ليه والكهرباء للجميع دون استثناء. تعرفين انه حازم امام كان عنده كورونا، لكن الحمد لله المسحة الاخيرة اكدت انه سليم، ودي الحمد لله كانت اسرع مسحة تبان. محمد اشرف بن شرقي مش حاجة خالص. اشرف بن شرقي كان كلام برضو تردد كلام كتير جدا عن هذا الامر، لكنه فيش ادنى مشكلة، والدنيا بشكل كويس والامور طيبه الحمد لله والشكر لله. مدحت عبد الهادي عمل مسحه منفرده، ومحمد حسن عمل مسحه منفرده. لسه طبعا الامور مش باينه بنسبه 100%، لكنه ان شاء الله نطمن عليهم ونطمن على الجميع. يا رب يا رب الدنيا تبقى خير، ويا رب ان شاء الله ربنا ما يضرنا في اي حد. بالنسبه للزمالك عمل برنامج استشفائي للعيبه وتمرين خفيف. الاهلي كان تمرينه خفيف جدا جدا، والزمالك برضه عمل تمرين خفيف، لكن البدلاء اللي ما لعبوش قدام نادي مصر كانوا عملوا تمرينه قويه. وفي برضه مسحه طبيه لكل اللاعيبه قبل ما يدخلوا المعسكر، ويعني الامور بتسير بشكل جيد، ما فيش ادنى مشكله فيها.